أهلا بيكم. وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي. لو أول مرة بتشوفيني أنا إيمان. هنعمل ايه النهاردة مع بعض؟ هنعمل قرص طرية جدا بطريقة بسيطة وسهلة. هنعملها من كيلو دقيق وهيطلع معاكي كمية كبيرة جدا. هتنفع معاكي بقى للفطار، هتنفع معاكي للعشاء. هتعجبك قوي قوي وهتعجب أولادك قوي. يا سلام بقى كده جنب كوباية شاي. عايزة أقولك خطيرة جدا، هشة جدا، تحفة وطرية. يلا نشوف هنعمل مع بعض ايه. معايا كيلو دقيق، كوبايتين ونص من اللبن، ومعايا كوباية الا ربع من السمنة، وربع كوباية من الزيت، ونص كوباية من السكر، ومعايا 2 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعايا كيس بيكنج باودر. انا دفيت اللبن كده على النار، ونرتب معلقتين كبار من الخميرة الفورية، وهنزل بنص كمية السكر. عندي هنا نص كوباية سكر، انا هنزل بنص السكر، وهابدأ أقلب بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وبعد كده هسيبه على جنب، وهبدأ هنا هحط رشة ملح، وهكون مدفية كوباية الا ربع من السمنة. أي نوع سمنة تفضليه، أو سمنة بلدي زي ما تحبي المتوفر عندك. وحطيت ربع كوباية من الزيت، ونزلت كده بيهم على الدقيق بالشكل ده. وهبدأ زي ما أكون بشرب الدقيق كده السمنة، كأني ببسه كده زي الكحك. تمام. انا هنا كده ببدأ ابسه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، لحد ما الدقيق يتشرب تماما السمنة والزيت مع بعض، وتحس ان هو عامل زي الرمل المبلول كده. وهنزل بكيس بيكنج باودر. وهنا هبدأ دلوقتي انزل بمعلقتين من القشطة اللي هي وش اللبن، وكوباية زبادي. دول اختياري، لو متوفرين حطيهم، مش متوفرين مش لازم خالص، بس هما بيدوا طعم وريحة وبيدوا طراوة كده للقرص، بيخليها في حتة تانية خالص. وهنا انا نزلت بباقي مقدار السكر، ونزلت هنا باللبن على الخميرة، وببدأ كده أعجن بالشكل اللي انت شايفاه ده. احنا هننزل بمعلقة كبيرة من الخل الأبيض المتوفر في كل بيت، برضو بتحسي كأنه محسن. بيدي طراوة كده للقرص، وبيدي هشاشة كده للعجينة بشكل مش عادي. أنا هنا كنت عجنتها وكانت معايا بالشكل ده. ما تحاوليش تعجني كتير زيادة عن اللزوم عشان ما تعملش معاكي عرق. احنا بنعجن بس لحد ما تبقى ملساء كده وتلم كده، والمكونات كلها تمتزج مع بعض. غطيتها وسبتها لمدة ساعة، او شوفي حسب المكان اللي عندك. وبعد كده بدأت هنا أشتغل فيها. رائف حبيب قلبي، ربنا يحفظه يا رب، ويحفظ أولادكم جميعا، كان عايز يعمل معايا دي الصغنونة دي. كان ماسك واحدة كده وبيحاول يعمل. انا هنا كنت فردة معايا، كان عندي عجوة كده كنت عاملاها مع معلقة سمنة او معلقة زبدة. وبعد كده فردتها زي دواير كده، علشان تسهل عليا بدل ما افردها كورة وافضل احطها في العجين. لا، انا فردتها دواير، وبحطها كده وبقفل عليها القرصة بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، علشان تبقى يعني الدايرة بحجم القرصة عندي، وتبقى القرصة كلها فيها عجوة. انا وانا شغاله في القرص كده لازم اغطيها بفوطه مطبخ نضيفه بالشكل ده. بصوا، يا رب الفيديو يكون موضح. اهي كده بالشكل ده. انا بحطها كده على حته العجين كده، وببدا اقفل عليها من اطراف العجينه بالشكل ده، وببدا اظبطها كده بايديا من الاطراف بتاعتها كده، وببدا اقفلها كويس من تحت، وبضغط عليها زي ما انت شايفه كده. حاولي ظبطيها، لان الشكل اللي انت هتحطيها عليه هي اللي هتطلع عليه، فحاولي كده خلي الشكل منمق وشكلها حلو كده. روفا هنا برضو عايز يساعدني حبيبي. حلو ان تخلي ولادكم يساعدوكوا كده، تعملوا جو اسري حلو كده بينكم وبين اولادكم كده. وريحة العجين وريحة الخبيز في البيت، وريحة الفرن كده بتدفي البيت وبتعمل جو اسري يعني رهيب بصراحة. بتعمل جو حلو قوي قوي في البيت. وخلي ولادك يشاركوكي ويعملوا معاكي، عشان يبقى فيه روح الجماعة كده، ويبقى فيه حب كده، ويبقى فيه ألفة كده في البيت. يعني نرجع الحب زي زمان كده، ونرجع نشارك بعض، يعني نحب بعض، يعني نحاول ان احنا نساعد بعض ونشارك بعض، ويعني بقدر الامكان باقل حاجة، يعني نحاول ان احنا نرجع الحب لبيوتنا تاني. انا بعمل بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. انا بعمل كذا واحدة عشان تاخدي بالك.
رغد هنا حبيبة قلبي، ربنا يبارك لي فيها ويحفظها يا رب، ويحفظ يا رب كل أولادكم يا رب كده، ويبارك لكم فيهم. كانت بتساعدني بالشكل ده كده. أنا هنا بكمل. بصي أنا بوريكي هنا بضغط عليها كده عشان العجوة كده ما تبقاش طالعة لفوق كده، لا بضغط عليها بخليها هي والعجينة كده سوا واحد بالشكل ده. وتقفلي من الحروف كده كويس، وتتأكدي ان انتي مقفلة كويس قوي علشان العجوة ما تتحرقش منك في الفرن بالشكل ده. وبعد كده ابدأي ظبطيها بايديكي كده، اضغطي عليها وظبطيها من الحروف كده بتاعتها. كنت عملت كمية كلها معايا. وبعد كده هجيب سكينة وهبدأ أعمل يعني خطوط كده أو فتحات في النص كده، متعرف عليه القرص اللي بالعجوة اللي بنشوفها طبعا في الأفران بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده هاسيبها على جنب كده، هغطيها واسيبها على جنب لحد ما اعمل باقي القرص عندي. انا عملت كده صينية واحدة بالعجوة، وهعمل الباقي كله سادة. تقدري تحشيها جبنة، تقدري تحشيها ملبن، تقدري تحشيها عجوة، تقدري تحشيها ملبن بالمكسرات، زي ما تحبي. يعني تقدري تجيبي مثلا سكر كده وتحشيها سكر زي ما انت عايزة، أو تسيبيها سادة. يعني أنا عندي رائف حبيبي بيحبها سادة، ورغد بتحبها بالعجوة، فأنا عملت جزء بالعجوة وجزء سادة. فأنتي شوفي حسب اللي عندك. أنا عملت الكمية كلها كده السادة، وكان عندي اللي بالعجوة، وهبدأ أغطيهم. هسيبهم كده يرتاحوا لحد ما تبدأ تخمر تاني معايا. وهكون مشغلة الفرن على أعلى درجة حرارة. لازم القرص تدخل على أعلى درجة حرارة، ما ينفعش تدخل على نار هادية خالص، لازم الفرن يبقى سخن جدا. وندخلها على درجة حرارة عالية. هنا أنا كانت خمرت معايا، وهبدأ أدخلها الفرن لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت كده. وبعد كده بشغل عليها الشواية من فوق، وطلعت معايا القمر اللي انت شايفاه ده. عملت جنبها كده كوباية شاي. بصي طرية جدا جدا، يعني هشة وطرية، وريحتها فعلا جايبة لآخر البيت جدا. عايزة اقولك بسم الله ما شاء الله يعني. انا عملتها الصبح كانت على بالليل، او على تاني يوم الصبح كانت خلصت من كتر جمالها وحلاوتها. هتنفع معاكي بقى للفطار او للعشاء كده، او كده جنب كوباية شاي كده، او الولاد داخلين على امتحانات يا حبايبي ربنا ينجحهم ويحفظهم لكم. تنفع للامتحانات كده وهم رايحين الامتحان. يا رب الفيديو يكون عجبك، ما تنسيش لايك وشير، فعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي الجديده او منزلها. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده.